في عالم كله دم وخيانة وفلوس ملهاش صاحب، قامت بنت من الشارع ولبست أبيض وطلعت من الهليكوبتر كأنها نازلة من السماء مش من الجحيم. تريزا مندوزا، الملكة اللي ما استنتش التاج ولكن خلعته من على راس الكل ولبسته بنفسها. بس السؤال، إزاي بنت فقيرة اتحولت لأخطر مرأة في عالم الكارتال؟ تعالوا نحكي الحكاية. الحكاية بتبدأ بلقطة صادمة. تريزا مندوزا بالبدلة البيضاء طالعة من الهليكوبتر، قوية غامضة مفيش في وشها أي خوف. بس بعدها بثواني بوم، بنرجع بقى لورا سنين. مجرد بنت بسيطة جدا بتحب راجل صغير في عالم المخدرات، مجرد شخص وعدها بالأمان، ودايما الوعد ده بيبقى أول كذبة في حياتها الجديدة. الراجل ده مات وتريزا اتحولت من حبيبة لواحدة سايبة وراها جثث ومطاردات، وبدأت الرحلة اللي خلتها ملكة الجنوب. تريزا كانت ضعيفة بس الضعف عمره ما كان النهاية، ده كان الوقود اللي بيخلي الناس تولع في الدنيا. مع كل خيانة كانت بتتعلم، مع كل موت كانت بتقسى، حتى اللي حاول يقتلها كانت بتكسبه وبتكسب ولاءه. تخيل كده، اللي كان جاي يقتلها بقى هو الحارس الشخصي ليها، وده أول دليل إن تريزا مش بس ذكية، دي كمان بتفهم في النفس البشرية وبتعرف تلعبها صح. المسلسل هنا ما بيحاولش يبلعك أوهام البطولة، مفيش حد طيب ولا في حد شرير. تريزا مش ملاك لكنها كمان مش شيطان، هي بتختار القتل لما بيكون هو الحل الوحيد، وبتعرف امتى توقف الدم، وده اللي خلاها مختلفة عن باقي زعماء الكارتل. بتدير بعقل مش برشاش، وساعات كمان وهي بتتكلم بهدوء وبتقول جملة زي أنا ما بحبش الدم بس بحب أعيش، تحس إنك عايز تسقف لها. هي وصلت لمرحلة إن الرحمة بقت رفاهية. التعلم من اللي قبلها كان عندها مرشدة اسمها كاميلا، ست قوية جدا بنت إمبراطورية مع جوزها، علمتها كل حاجة، إزاي البيزنس بيتدار وإزاي ما تثقش في حد. بس كاميلا نفسها بقت عدوتها، اللي علمتها تمشي قررت توقفها، وده اللي خلى تريزا مندوزا تتطور. اتعلمت من أخطائها ومن أخطاء غيرها، وبدأت تعمل كل حاجة بطريقتها الخاصة. ما بتستخدمش المهربين التقليديين، وما بتدخلش الحرب من غير خطة، ودي من أكتر الحاجات اللي خلت المسلسل ده يمشي في اتجاه لوحده وما يتحولش لنسخة نسائية من ناركوس. لا، دي قصة امرأة بتخلق نظامها الخاص، قصة دايما مبنية على واقع، وده بيحجم المخرج والكاتب. لكن كوين اوف ذا ساوث خيال، وده ادى للمسلسل حرية مجنونة في التوسع، في الشخصيات، حتى في الأحداث. انت مش بس بتتفرج على تجارة مخدرات، لا، انت بتتفرج على رحلة بناء إمبراطورية، بتحس فيها ان كل قرار لتريزا بيكلفها حتة من روحها. بالنسبة للإخراج، الإخراج هنا كان سريع جدا لكنه مش عشوائي، كل مشهد له هدف. الإضاءة دايما بتلعب على فكرة الظل والنور، كأنها بتقولك حتى الملوك ليهم جانب مظلم. أما بقى بالنسبة للتمثيل، فالبطلة هنا اللي لعبت دور تريزا مندوزا عاملة أداء ناعم جدا من بره، بس من جوه نار. عينيها لوحدها بتحكي قصة بنت كانت بتخاف تمشي حتى في الشارع لوحدها، ودلوقتي بقت بتمشي والكارتال كله بيفتح لها الطريق. وفي وقت المسلسلات اللي كلها دم بالمجان ومخدرات كتير جدا، كوين اوف ذا ساوث بيقدم لك الجريمة بعقل مش بعنف. وفي النهاية كوين اوف ذا ساوث مش مجرد مسلسل مخدرات، ده مسلسل عن حب البقاء، عن ان القوة مش دايما في السلاح، في اوقات كتير بتبقى في الهدوء اللي قبل العاصفة. وتريزا هي العاصفة اللي بدأت بوش بريء جدا وانتهت كرمز للسيطرة على عالم المخدرات في الجنوب. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في القناة، وده لأن الحكايات كتير لكن سقراط هو اللي عنده الحكاية الصح.